بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الذره المشويه. قبل ما ابدا الفيديو هشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي طلعوا من القناه، وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بصوا يا ستي، طبعا احنا في موسم الذره دلوقتي، فبجيبها بالمنظر ده، هقشرها معاكم ونيجي مع بعض. يا جماعه هنقشرها بالمنظر ده. طبعا انا بصور بايد وبقشر بايد، فطبعا هقشر بقى الذره واجي معاكم. قشرتها ماشي بالمنظر ده كده. طبعا لما تحبي تشتريها، طبعا لو عايز تشتريها من عند راجل وبتخلي يعني هو يقشرها لك، بتمسكي الذره عشان تعرفي اذا كانت ناشفه او طريه، بتدوسي على الفص كده، شايفين كده؟ لو لقيتي صباعك غرز فيها كده ماشي بالمنظر ده كده، دي تبقى طريه، عشان انت حتى لو عملتيها في البيت ما تبقاش ناشفه معاكي. ماشي، هنشويها بقى على العين البوتاجاز ماشي، ونيجي مع بعض. دلوقتي بقى نشويها على العين ماشي بالمنظر ده كده ماشي. شايفين؟ اسرع من الفرن ماشي. تقعدي بقى تقلبي فيها كده انت واقفه، شايفين؟ اسهل كمان بدل ما تجيبي طبعا تعمليها بقى تشويها على الشوايه وتعملي دخانه ولا حاجه، اهو على عيني وانت واقفه كده ماشي، وسهله. صراحه انا بحب اعملها كده عشان ما بجيبش من بره جاهزه، عشان طبعا تبقى سخنه وقت ما تحبي تاكليها تبقى سخنه معاكي. بس طول ما انت واقفه تقلبي بقى كده على كل جهه ماشي. طبعا احنا نخلي العصايه دي اللي هي اللي فوق دي عشان نمسك منها. اسهل طريقه اهي، شايفين؟ ده انا بتقف في الشارع ولغايه ما البياع يعملها لك ماشي، شايفين؟ هنخلص بقى نيجي مع خلصتها. بصوا ان شاء الله، شايفين؟ وبألف هنا وشفا. اسهل طريقه تعملي الذره. طبعا انا بقول للبنات المبتدئين، لو انت عايزه تعملي الذره سخنه يعني تكون في اي وقت تاكليها، يعني تعمليها على البوتاجاز، اسهل طريقه وبألف هنا وشفا.